اهلا بكم الاخوه الاخوات في قناتكم اريد اسبور. هذا اخوكم يوسف، كنحييكم ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو في هذا الموضوع ما تنساوش ديروا واحد لايك ورك على ابوني الا كنتي ما مابونيش، فعل الجرس، بارطاجي الفيديو وخلينا شي كومونتير زوين. ندخلوا في الموضوع مباشره الاخوان. نيمار اللي كثر الحديث عليه، غيمشي للبارسا لا غيمشي للهلال، غيمشي للبارسا لا غيمشي للهلال. الهلال بطبيعة الحال كانت عاطيه فيه 80 مليون العام، تعطيها له يتخلصها في العام 80 مليون. البارسا كانت عاطيه 14 مليون. ف نيمار ما رفض العرض ديال الهلال، قال لي مودي زيدوني الا بغيتو 100 مليون نجي معاكم. البارسا طبيعة الحال 114 مليون. نيمار معروف في ليسي من زمان. انا اللي ما فهمتش من البارسا هو ولا واحد الفريق ما عنده لا كرامه لا والو، فريق اللي يعني ما فهمتش. يعني لاعب مخلاش في واحد الفتره، يعني كان معاه حتى واحد الوقيته مشى لإيبيسا، سهر المعرض نشط، طلع له المهم الشراب في دماغه سكر، جاو عنده قالوا له دي باري 220 مليون، قال لهم سيروا على الله طحان كاينش مشكل. مشى لباري ما دار والو في باري، ما جاب حتى لقب، ما غير الدوري الفرنسي اللي ما ساوي حتى لعبه. المهم ملي جاب هذا الدوري الفرنسي سيدي في كاع المواسم سيدي ما فيها باس، ما كاين لا تشامبيونز ليغ لا والو، قضيه ناشفه. نيمار ولا مضطهد في باري، جا ميسي جا مبابي داكشي. نيمار كان الصهاري والفيراري وداكشي راكم عارفين. فهاد العام هذا جاو جوج عروض، البارسا والهلال. صافي نيمار عرف راسو ما خدامش لباري، سالات القضيه، لعبه سدات خصو الصريف. البارسا بطبيعه الحال اي لاعب بلا كتجيبو. البارسا ما نستغربش الا انا شي نهار عيطوا عليه قالوا لي اجي تدربنا ولا اجي تلعب معنا، ولا ما ولا اجي يدرب لنا الحراس. المهم ولا اي واحد يقدر يلعب في البارسا. البارسا ولات دابا حاليا اي لاعب، كما سمعتوا اي لاعب يقدر يجي يلعب في البارسا. البارسا كانت شحال هادي اللعابه كيتقاتلوا باش يمشيو يلعبوا في البارسا. دابا ولا اي لاعب يقدر يجي للبارسا بسهوله، ملي ولا وشي لعابه باقا تما بحال فيران وشي لعابه بحال. المهم سير لائحه طويله، شي لعابه كيجيبوهم ما نعرف انا شكون كيجيبهم الله اعلم. المهم هذاك الالماني عندهم غير بقى كيستر وكيتبان له في اللعابه، اي لعابه بقى كيحسب حد 10 اللي بان له كيجيبوه. المهم ما علينا، خلينا في نيمار اللي اليوم يعني واخيرا الهلال تيلوح واحد الفيديو في التويتر، فيه فيديو فيه نيمار لابس التوني ديال الهلال، التوني زرق، وكيقول لهم بالانجليزيه انا في انا يعني في الهلالي، انا في السعوديه انا هلالي. الصفقه اللي كيتقال ان القيمه ديالها وصلت ل 100 مليون في العام، اللي غادي يبقى يتخلصها نيمار مع الهلال. انا مهم هذا نيمار كاين، خلينا نرجع شويه للسعوديه اللي كيسحب لهم دابا راسهم تيديروا شي انجازات عظيمه، لكن هما غير تيثيروا الضغط ديال العالم عليهم بصراحه. باش نكونوا واقعيين، باش تجيب رونالدو اللي بيريمي ب 200 مليون العام، وتجيب نيمار بيريمي ما بغى حد ب 100 مليون، وتجيب بنزيما اللي كبار. ماني نقولوا سيدي زوين، ماني سيدي ساديو ماني لعب واعر واخا، لكن القيمه الفلوس تتخسر على والو، الفلوس تتخسر في الخوا باش نكونوا واضحين. اسمح لي انت واش بغيتي تكون واحد الدوري فور، كون لي اللعابه وتهلا فيهم، يلا بدا لي من لاباس، جيب لعابه 18 عام فرافر وما يمشيوش لاوروبا الساعه. انا نسني معاك نعرفك انت كاين، ولكن اسمح لي باش انت دير هاد الطريقه هذه باش تجيب لاعبين، بينما كان امكان ان الفلوس تخسر في بلايص اخرى. سنقول لكم فلوس الحج تيمشيو في هذا الشيء. سمحوا لي نقول بصريح العباره، انا تعطي رايي وحتى شي واحد ما يقدر يحاسبني على الراي ديالي. لكن الحج غتمشي فلوسه في هذا الشيء بلا ما نمشيو للحج. والله هذوك 3 المليون ولا 4 المليون مغربيه اللي غادي نمشي بها انا للحج وغادي تعطى لنيمار، نمشي نعطيها لشي واحد مسكين محتاج هنا يدير بها شي بروجي يهز راسو ويهز عائلته. راه 4 مليون راه كنظن غتقدر تشري لك حانوت وتعمروا لك بشويه السلعه، وها انت صوفيتي واحد العائله. سمحوا لي باش نكون معكم واضح، انا موقفي واضح من السعوديه. شحال من واحد يقول لا راهم عرب بحالنا بحالهم، اسمح لي لا لا لا،
هذا الضحك، هذا سميتو الضحك. باش ما نكذبش عليك، باش تجيب لعاب بيريمي ب100 مليون. وانت غتشوف نيمار غيولي ديما مع عقلو عليا. سجلوا كلامي، نيمار غيولي في السعوديه ديما معطوب، يتفلى، تشاوك. نعم سيدي، الاشهارات الصريفه داخله، وكل مره يبقى يقول انا معطوب، انا في هذا المرض، ومشيت مع راسو الطياره جات بريفي البرازيل يتبرع مع راسو. وحنا راه شفنا كان كيديرها في باري ديما، فما تكون عيد ميلاد اختو ولا كذا، كيقول لك راني مقصح ما غنلعبش. تيمشي طياره فرط البرازيل، ريو دي جانيرو، القصير، راكم عارفين. بلا ما نكملوا. شحال نقول لكم، هادشي اللي كاين، هذا هو رايي، وطبيعه الحال ولا الزم به احد. رايي انا الراسي الشخصي، انا ما نتفرجش في الدوري السعودي، لانه دوري ديال الفلوس ماشي ديال الكره. اسمحوا لي، من الكره تولي فيها هذا البذخ وهذا الخسران ديال الفلوس بالطريقه المريعه، ما خداماش. ما نكذبش عليكم، ما كره ما والو، ما نتفرجش باش نكون معكم واضح. ابار سيدي التكوين زيرو. اول حاجه الهضره بزاف، حنا شفنا البطوله العربيه اللي والو، تنظيم زيرو، ماشي ما بقاش في الامكانيات، بقات في الحياد اخويا. بيد الوداد فالابل تحيدوا انت. الرجاء بيلانتي تقول لهم لا سيدي ماشي بيلانتي، وضحكني انا الاستوديو التحليلي. لا حد ضربت في اليد بهذه الطريقه، لا اسمح لي، الكره ضربت في اليد بيلانتي، ما فيهاش هضره ولا جوج. المهم هما كان عندهم واحد الهدف من هذه البطوله العربيه، هما انهم وصلوا الهلال تلعب مع النصر، في الاخر تربح النصر حيت النصر فيها رونالدو، وصلوا لداك الشيء اللي بغاو بصحتهم، طبيعه الحال بصحتهم. شنقول لكم، والله هادشي كيضحك. رجعوا للموضوع ديالنا. المهم خلاصة القول، نيمار مشى اختار الفلوس. حنا عارفين نيمار، انا تعرفوا من شحال غادي يختار الفلوس فليسي من ايامات البارسا، ما عنده ما يدير بشي كارير، والدليل هو انه ما دار والو، يعني ما دار والو ملي خرج من البارسا. والله ما دار حتى لعبه في حياته، ما دار حتى شي انجاز ليه ما دارو، ما غيعقلش عليه التاريخ. هذا ما كان. تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.